جروب اتش فيها سبين كمرشح واضح، ولكن باقي المجموعة ماشي بسيطة نهائياً. كاب فيغ داخلة لأول مرة في الورد كاب بعدما تأهلت قدام كاميرون وعندها ديفندر قوي بحال لوغان كوستا. أحسن شانس ديالها تحاول تكون من أحسن المنتخبات اللي طلعوا من المركز الثالث. السعودية حتى هي غادي تنافس على هاد البلاصة، فآخر وورد كاب صدمات العالم وربحات أرجنتينا في الماتش الأول، ولكن دابا داخلة بتغيير في المدرب ووقت قليل للتحضير قبل أول ماتش ضد أوروغواي. وعلى الورق سبين خصها تربح هذه المجموعة، مصنفة الثانية عالمياً وعندها أقوى سكواد هنا. ولكن كاين سؤال مهم، واش نيكو ويليامز ولامين يامال غادي يكونوا جاهزين 100%؟ وهذا الشيء يقدر يعطي فرصة لأوروغواي باش تنافس مع داروين نونيز، فيدريكو فالفيردي، أوغارتي، ماكسيميليانو أراوخو ورونالد أراوخو. عندهم فريق قوي بزاف، ولكن حتى أوروغواي عندها مشاكل، إصابات، شوية توتر مع بيلسا، وحتى خسارة قاصحة ضد USA قبل مدة.